تعرف برك باللي الانسان جامي يعيش حياته كيما حاب، مهما يعيش مليح يحب يعيش افضل من هذيك المعيشه، بمعنى ما يقنعش. قال رجل حكيم ذات مره: اكثر ما يدهشني في الجنس البشري هو ان نحس بالملل ملي نكونوا صغار، نتمناو نكبروا، ومن بعد نكبروا ونولوا نتمناو نرجعوا للطفوله تاعنا. تخدم تعيا تخسر صحتك على جال دراهم، ومن بعد دراهمك تخسرهم كامل على صحتك وما نعرف الا ترجعها. تفكيرنا كامل في المستقبل ونسينا الحاضر باش نعيشه، مع الاخر ما نعيشوا لا حاضر لا مستقبل، عايشين معيشه شغل ما راحش نموتوا كاع، ونموت كاننا لم نعيش ابدا. كوكو، هاي جايز، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. هذا الفيديو اللي هو عبارة عن روتيني يوم الجمعة. حاولت نختصر لكم البدايات، يعني نحي لكم البداية كيف ما نضت وغسلت وجهي وصليت الفجر، بس انا ما صليتوش في وقته، ولكن كي راني نحيتهم راني حكيت لكم عليهم دوكا. رتبت غرفة امي وزدت جست لغرفتنا، زدت رتبت كنابيات. المهم وهنايا كنت راح نخبي هذا الاكس بوكس باسكو صاي ما نش نلعبوا به، صاي اصلا راح وقته، خلاص العطلة. نحيت لي فيش اللي كانوا مركبين فيه مع التلفزيون وخبيته. من بعد وليت درت رتبت المكتب ومسحت الغبرة اللي كانت على الميكرو وايضا على الاكس بوكس، وفوالا هذه هي كانت النتيجة. زعما حسيت روحي شي واش درت. هذا الفطور كان بالنسبة لدارنا، انا بالنسبة لي ما ناكلش السردين الله غالب، لذلك انا طيبت اندومي، ولا ماشي اندومي مدر حتى دزاير جامبو. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوء. وهذا كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم، والى الملتقى اميراتي.